لو انت مخطوبة وعايزة تعرفي الشخص اللي معاكي ده عصبي ولا لأ، وهل هو بيتعصب عشان هو متضايق شوية ولا ده طبعه هيفضل كده على طول، يبقى الفيديو ده ليكي. هقولك مواصفات الشخص العصبي وازاي تتعاملي معاه. الشخص العصبي بيتنرفز بسرعة، ممكن كلمة بسيطة تقوليها يولع الدنيا عشانها ويعمل خناقة كبيرة. الشخص العصبي صوته عالي على طول، لما يتنرفز نبرة صوته بتعلى جدا ومتبقيش عارفة تسيطري عليه. تالت حاجة لما بيتضايق مش بس صوته بيبقى عالي، ده ممكن يكسر ويغلط ويشتم ويقول لك كلام يجرحك جدا. رابع حاجة دايما بيقلب الترابيزة، دايما يقولك معلش اصلك انت اللي عصبتيني، اصلك انت اللي نرفزتيني، اصلك انت اللي بتجننيني. خامس حاجة مش بيشوف نفسه غلطان ابدا، في وقت عصبيته بيبقى عامل زي النار، زي التنين بيطلع نار كده من بقه، مش بيشوف نفسه غلطان. سادس حاجة الشخص العصبي بيضيع فرص كتير قوي منه بسبب عصبيته، بيخسر ناس كتير قوي في حياته بسبب العصبية. في ناس كتير ما بتقدرش تتحمل الشخص ده ومش مجبرة اللي هي تتحمله. فلو خطيبك فيه كل المواصفات دي فانت كده معاكي شخص عصبي، لازم تتعلمي ازاي تتعاملي معاه. لو قررتي تكملي معاه لازم تتعلمي ازاي امتى تتكلمي وامتى تسكتي. هقولك ازاي تتعاملي معاه. خلي بالك الشخص العصبي ده مش بيتغير بعد الجواز، ده بيبقى اسوأ الا لو هو قرر اللي هو يتعالج. هل ممكن العصبية تتعالج؟ اه طبعا. العصبية دي اصلا نبع من القلب بسبب مرض في القلب اسمه مرض الغضب والعصبية، ان الشخص بيتعصب بسرعة وردة فعله بتبقى عنيفة. ده ممكن يتعالج لو هو قرر اللي هو يتعالج، لو هو قرر يروح لحد متخصص يعالجه او يقرأ او يتعلم عن طريق الفيديوهات اللي على النت ازاي يتعالج من العصبية دي. انا عن نفسي عاملة فيديو اسمه مرض الغضب من سلسلة طهر قلبك تصلح حياتك، عاملة سلسلة عشان بتتكلم عن امراض القلوب وازاي نعالجها. في فيديو فيهم اسمه مرض الغضب، هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف عشان لو قررتوا تعرفوا اكتر عن الموضوع وتتعلموا نصايح ازاي تتعاملي مع الشخص العصبي عشان تقدري تكسبيه. اول حاجه لما يتعصب ما تدخليش معاه في معركه، يعني ما ترديش عليه، مش الكلمه بكلمه، لا، اسكتي خالص وسيبيه يطلع كل اللي عنده وهو هيهدى لوحده. لما يلاقيكي ساكته ومش بتردي عليه هيهدى. تاني حاجه لما يهدى اوعي تسيبي حقك، لا، اتكلمي معاه بالراحه وفهميه ان هو قال حاجات ما ينفعش تتقال، وان هو قال حاجات جرحتك، وان الموقف ما كانش يستاهل كل ده، ووضحي ان انت هديتي او كنتي ساكته احتراما لان المشكله ما تزيدش، مش ضعف او اللي انا خفت، لا، انا سكت عشان خاطر الدنيا ما تولعش اكتر. فانت لازم تاخد بالك، مش كل مره هقدر استحمل، وتاخد بالك اللي احنا لما تيجي تتكلم بصوت واطي وتفهميه الحاجات اللي بتضايقك. اعملي حدود معاه لازم يحترمك. لو سبتي الدنيا سبهلله كده وسبتيه يهينك ويغلط فيك هيفضل كده على طول. لا، اعملي حدود معاه ان ايا كان عصبيتك فانت لازم، ما ينفعش يبقى فيها اهانه او تقليل مني. عايزه اقولك نصيحه، لو عصبيته دي اتحولت لعنف جسدي مش مجرد كلام جارح، اهربي، اوعي تكملي معاه لان هي هيأذيكي نفسيا وجسديا. في حدود معاه لان العصبيه بتاعته دي ممكن توصل للاهانه والغلط والضرب والعنف يبقى شديد بعد الجواز. فانت لو سكتي على اي عنف جسدي الموضوع هيزيد معاه وهيأذيكي جدا. فانت لو لقيتي ان الشخص العصبي ده ما بيعرفش يتحكم في عصبيته نهائي وبيأذيكي كمان جسديا وبيتعامل معاكي بالعنف، لا، فانا انصحك تنسحبي من العلاقه دي، ما ترجعيش ليه خالص الا لو قرر اللي هو يتعالج، الا لو قرر يروح لاستشاري متخصص في العلاقات الزوجية او استشاري نفسي وقرر اللي هو يتعالج ويغير من نفسه. الخطوبة مش معمولة عشان تتحملي عيوب الاخرين، لا، فترة الخطوبة معمولة عشان تتعرفوا على بعض، على شخصيات بعض. عشان تقرري صح خدي قرارك بعقلك مش بقلبك عشان قلبك ما يوجعكيش بعد كده وتضطري تنهي العلاقة بعد ما يكون في اطفال او في حياة وبتاع، فالموضوع بيبقى اصعب. فخليكي من الاول كده، لو انت مخطوبة ولقيت الشخص ده عصبيته زيادة عن اللزوم يا اما يقرر يتعالج يا اما تنسحبي من العلاقة دي. ولو عايزة تعرفي اكتر عن الشخص العصبي هسيب لكم فيديو، هسيب لكم لينك الفيديو بتاع مرض الغضب والعصبية وازاي تتعاملي معاه وازاي تعالج من العصبية.